ازيكم عاملين ايه؟ ورجعنا لكم فيديو جديد بفكرة حماسية جدا. ازاي نكون مشهورين على الفيسبوك؟ هل هنعرف من شات جي بي تي هل هيقول لنا الحقيقة ولا هيفكس؟ بس بصراحة زي ما انتم شايفين في كل الفيديوهات اللي بتنزل ان بيقول الحقيقة. ازيك؟ وحشتني جدا 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 الفترة دي. انت عامل ايه؟ ما بتسألش عليا يا عم. اهلا بيك يا بيتر الشاش. انا بخير الحمد لله، وحشتني المحادثات معاك برضه. اخبارك ايه؟ كيف الامور مع مشروع الوافد؟ لا تمام الحمد لله. بقول لك ايه، دلوقتي انا عايز اسألك سؤال صغير، ايه رأيك؟ تمام، قولي السؤال يا بيتر، انا جاهز. احب فيك الحماس. يلا اسال السؤال. ازاي اكون مشهور في الفيسبوك في اقل فتره معينه؟ وايه الشروط اللي انا احققها مع الفيسبوك؟ مبروك على الحماس يا بيتر. عشان تبقى مشهور في الفيسبوك في اقل فتره، اول حاجه لازم تركز على المحتوى الجذاب والمميز. حاول تخلق شيء مختلف عن اللي موجود علشان الناس تتابعك. كمان لازم تكون متفاعل مع جمهورك، سواء بالرد على التعليقات او المشاركه في محادثات. بالنسبه للشروط، اهم حاجه هي الجوده والانتظام في نشر المحتوى، زي ما في فيديوهات بتنتشر بسرعه. كمان الصور والبوستات اللي بتجذب الانتباه بيكون لها تأثير. اعرف ايه نوع المحتوى اللي جمهورك يحب يشوفه وركز عليه. الفيسبوك بيشجع المحتوى اللي بيحقق تفاعل، يعني لو البوست بتاعك حصل على تفاعل كبير فرصتك في الانتشار هتبقى اعلى. كمان حاول تروج لصفحتك بشكل غير مباشر، زي ما تعمل حملات دعائية بسيطة لو قدرت. طيب قول لي اعمل ازاي حملات ده على الفيسبوك مثلا؟ قول لي إيه يعني التفاصيل اكتر بتاعتك. حملات الإعلان على الفيسبوك بتكون واحدة من أقوى الطرق لزيادة الانتشار بسرعة. أول حاجة لازم تحدد هدف الحملة. هل هدفك زيادة التفاعل مع المحتوى، ولا عايز زيادة المتابعين، ولا حتى لزيادة المبيعات لو عندك منتج؟ بعدين هتحدد الميزانية اللي هتنفقها على الحملة. ممكن تبدأ بميزانية صغيرة وتجرب الإعلانات وتتعرف على أي نوع من الإعلانات بيجيب أفضل نتائج. من المهم كمان تحديد الجمهور اللي هتوجه له الحملة، يعني لازم تختار الفئة العمرية، الاهتمامات، والموقع الجغرافي. في نوعين من الإعلانات على الفيسبوك. إعلانات الصور والفيديو، دي بتكون الأكثر جذبا للجمهور. حاول تخلي الصورة أو الفيديو يكون ملفت للنظر. إعلانات الكاروسل، دي بتسمح لك بعرض أكثر من منتج أو صورة في نفس الإعلان عشان تعرض مجموعة من الأفكار. المهم كمان إنك تتابع النتائج وتعدل الحملة حسب الأداء. يعني لو لاحظت إن إعلان معين مش بيحقق التفاعل المتوقع، تقدر توقفه وتستبدله بإعلان تاني. حلو. طيب دلوقتي انا سمعت ان الفيسبوك عايز اعرف ايه كلمة انا فقط على الريلز. يعني كل ما حد مثلا يسألني سؤال يقول لي انا دلوقتي عمال انزل فيديوهات على الفيسبوك زي الريلز، بيقول لي انا فقط. قول لي اعمل ايه بالظبط عشان انا مش عارف. فهمت عليك. لو انت مهتم تكون نشط على الريلز وتحقق نتائج كويسة، في شوية نصائح هتساعدك. اولا، الريلز بيكون تركيزه على المحتوى القصير والمثير للاهتمام، فلازم تحاول تخلق محتوى يلفت النظر في اول ثانيتين. اول حاجة، حاول تركز على حاجات تهم الجمهور بتاعك، زي القصص المضحكة، الافكار الغريبة، او حتى الحاجات التعليمية المختصرة. الفكرة هنا انك تحافظ على الانتباه طول مدة الفيديو. تاني حاجة، حاول تتفاعل مع الترندات والمواضيع اللي في الوقت الحالي. لو في تحديات او موسيقى معينة الناس بتستخدمها، حاول تدمجها في الريلز بتاعك عشان يكون عندك فرصة اكبر في الوصول لجمهور اكبر. ثالث حاجة، استخدم الهاشتاجات المناسبة. استخدم هاشتاجات شائعة، لكن كمان حاول تضيف هاشتاجات محددة تعبر عن المحتوى بتاعك. ده هيساعدك توصل لجمهور مهتم أكتر. وأخيرا، استمر في نشر الفيديوهات بانتظام. حاول تتابع وتحلل البيانات بتاعة الريلز، شوف ايه النوع اللي بيحقق أفضل تفاعل وتكرر الأسلوب ده. حلو، انا معاك في الموضوع ده، بس دلوقتي انا عايز اعرف الشروط الريلز بالظبط. يعني من كام هفتحه؟ يعني بص، الاعدادات عندي بتقول لي ان انا فقط. يعني ايه انا فقط؟ ده انا مش عارف، والناس عايزه تعرف برضو. انا عايز اعرف من كام متابع هفتح الريلز عندي. تمام، فهمت. بالنسبة للريلز على الفيسبوك، الحقيقة إن فيسبوك بيتيح لك استخدام الريلز بمجرد ما يكون عندك صفحة عامة على الفيسبوك. مش لازم تكون عندك عدد معين من المتابعين عشان تبدأ.
لكن بالنسبة للفيديوهات، الفيسبوك بتعطي الأولوية للمحتوى اللي بيحقق تفاعل كبير عشان يقدر يوصلك لأكبر عدد ممكن من الناس، سواء كنت لسه مبتدئ أو عندك عدد كبير من المتابعين. لكن لو الموضوع مش شغال معاك أو مش قادر تلاقي خيار الريلز، ممكن تكون المشكلة في الإعدادات أو في تحديث التطبيق نفسه. تأكد إنك محدث التطبيق لأحدث إصدار، وكمان إنك تستخدم الصفحة العامة أو الحساب الشخصي المرتبط بالحساب التجاري. وبالنسبة لو كان عندك رسائل بتقول إنك فقدت حاجة أو عندك مشكلة مع إعدادات الريلز، يفضل تراجع إعدادات صفحتك وتأكد من إنها مفعلة بشكل صحيح. لو عندك أي مشكلة تقنية مع الريلز أو تطبيق الفيسبوك نفسه، ممكن تراجع الدعم الفني للفيسبوك عشان يساعدوك. شكرا جدا لسؤالك، وانا بجد حقيقي حرفيا مبسوط جدا ان انت بتطلع معلومات احسن من الناس اللي بتفيدني اكتر من بره. بصراحة انا اتبسطت جدا معاك في الحلقة النهاردة. عايزك تقول كلمة صغيرة للمتابعين نختم بيها النهاردة الحلقة بتاعتنا. أنا سعيد جدا إن المعلومات كانت مفيدة ليك يا بيتر، وإنك حاسس بالفائدة. الكلمة اللي حابة أقولها للمتابعين هي: خليكم دايما متحمسين للتطور ولا تخافوا من التحديات، لأن كل خطوة قدامك بتقربك من حلمك أكثر. أنت قدها، وأكيد هتكون في الطريق الصحيح. اشكركم جدا في الحلقه النهارده، وزي ما عرفنا كده مع شات جي بي تي ازاي نكون مشهورين في الفيسبوك او ازاي نفتح الفيسبوك ونفتح ريلز. هو مش شرط ان انت يكون عندك عدد متابعين، ان التحديث الاخير بتاع الفيسبوك قال لك ان انت ممكن يكون عندك 100 متابع وتفتحه، بس حسب المحتوى اللي انت هتقدمه على الريلز عندك هو اللي هيحدد لك نسبة مشاهدات، هو اللي هيحدد لك اكتر افتتاح. يعني هو كاتب لك دعوة انا فقط، دي حقيقة فعلا انا عندي نفس المشكلة، بس عرفتها اللي انا لو زودت متابعين عادي ماشي لازمة، بس لازم يكون عندك حاجة ظاهرة، لازم يكون عندك المحتوى بتاعك قوي جدا على الفيسبوك عشان يقدر عليه يفتح لك ريلز. اشوفكم على خير في حلقة جديدة، لا تنسوا الاشتراك واللايك عشان يوصلكوا كله جديد. مع السلامة.